بينما برشلونة ثاني الليغا الإسبانية الآن يلعب في الجهة اليمنى من الشاشة بفالديس، ألفيس، بيكي، بويول، أبيدال، إنيستا وبوسكيتس، شافي، فابريجاس، إليكس سانشيز والكبير. وكرة خطيرة في اللحظات الأولى، من بدري يا بنزيما، من بدري ريال مدريد يتقدم بأسرع أهداف ربما لكلاسيكو عبر التاريخ. شوف الكرة الخاطئة من جانب فالديس وبعد ذلك التسديدة والمتابعة. أول هدف في الكلاسيكو من جانب كريم بنزيما. أوزيل بداها وياتي الهدف الأول، وبالتالي يتقدم في اللحظات الأولى من بداية المباراة. يتقدم ريال مدريد لفريق نادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا. أن تصافح ميسي، أنك تأخذ فانيلة ميسي، أنك تقابل تشافي وانيستا، وكرة موجودة هذه خطيرة للأمام منقولة، جول لبرشلونة. يعود البرسا بلمسة ساحرة من ميسي إلى الضيف الجديد في الكلاسيكو الكبير. يأتي ويسجل، وبالتالي كلاسيكو أول، هدف أول لإليكس سانشيز. لمسة من الساحر في المكان السليم. تأتي اللمسة ويأتي الانفراد ويأتي التعادل، ويتعادل برشلونة 1-1. ولسه هذه واحدة من الوصايا الذهبية العشر التي كان قد طالب بها مورينيو لاعبيه قبل أن يبدأ الكلاسيكو، ولكن الآن يعود جول لبرشلونة، ويسجل تشافي، جول لبرشلونة، والفرح للفريق الكتالوني. ومرة أخرى إكوارديولا هو دراكولا في البرنابيو. هذا الزائر الثقيل الغير مرغوب فيه. الكرة اصطدت وعادت وذهبت، اصطدت في مارسيلو، غيرت اتجاهها، وصلت إلى الشباك، استقرت في الشباك، وفي مباراته رقم 6. مرة أخرى البرسا ربما يقدم مباراة الأفضل، ولاحظ أنه دائما ما يأتي بالأفضل أمام ريال مدريد. ميسي يتقدم إلى داني ألفيس، عرضية موجودة خطيرة، كرة جول ثلاثية قاتلة لبرشلونة. برشلونة يضرب بالثلاثة، يتقدم بهدف ثالث ربما كان قاتلا بالفعل. ثلاثية في حالة طرب كبير من برشلونة في الشوط الثاني. الضيف الجديد كذلك في أول كلاسيكو في الليغا. يأتي فابريجاس ويعانق الشباك، وبرشلونة مرة أخرى أيها السيدات والسادة يزور البرنابيو زيارة غير مرغوب فيها، زيارة ثقيلة جدا.